وفقا للتقارير، اشترت الصين كمية كبيرة من الأراضي في كازاخستان وبدأت في بناء مصانع جديدة وتوظيف العمال الصينيين فقط، وأن الشركات الصينية تعتبر جزءا من خطة الاحتلال الصيني. والمواطنون في كازاخستان أعربوا عن انزعاجهم ورفضهم لهذه الشركات، وقاموا بتفكيك لافتات الشركات الدعائية للتعبير عن عدم رضاهم. في مؤتمر حول الأعمال الإسلامية في تركيا بفصلها الأول، قال أستاذ التاريخ البروفيسور الإيغوري آلامجان إرنايت إن الحكومة الصينية تشعر بعدم الارتياح إزاء السياسات القمعية والتدميرية لتركستان الشرقية. في أثناء مشاركة المنتخب الوطني الإيراني لكرة القدم في كأس العالم، لعب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تسجيل مصور دورا لمحاولة التخفيف من التوتر مع إيران، ودعا الشعب الإيراني للإطاحة بالنظام والارتقاء. في نهاية الربع الأول من عام 2018 ارتفع الدين الخارجي لأوزباكستان من 14.5 إلى 14.7 مليار دولار بعد ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي. ووفقا لتقرير وكالة البنك المركزي، فإن الاقتراض الخارجي للبلد بأكمله يتكون من جزئين، عام وآخر خاص، وأن السبب الرئيسي لنمو الديون الخارجية في القطاع العام هو التغير في أسعار الصرف، ويأتي نمو الدين الخارجي الخاص أساسا من المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية. أصدر الأمين العام للأمم المتحدة تقرير عام 2017 عن الأطفال والصراع المسلح من مقره في نيويورك، وأثارت نتائج التقرير الكثير من القلق، بحيث في العام الماضي ازداد عدد الأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة وازدادت الانتهاكات التي يعاني منها الأطفال. اعترفت المحكمة العليا لأوزباكستان انتهاكها للدستور والقوانين في جرائم التعذيب التي كانت تقوم بها ضد المحتجزين في البلاد منذ سنوات عديدة. ووفقا لتقارير هيئة الإذاعة البريطانية ولتقارير وسائل الإعلام المحلية الأوزبكية والروسية، اعترف كوزيموف في خطابه بإجراءات التعذيب التي تم العمل بها.